مرحبا بكم في حكاية تاريخ. هل سمعتم من قبل عن الفارس الذي زرع الرعب في قلوب الجميع حتى في صفوف أصدقائه؟ الرجل الذي تحدى القوانين كلها، نقض العهود وأشعل فتيل الغضب لدى صلاح الدين الأيوبي. نحن نتحدث عن رينالد دي شاتيون، المعروف أيضا بأرناط، أحد أكثر الشخصيات المثيرة للجدل في تاريخ الحروب كلها. لكن من كان هذا الرجل؟ هل كان حقا فارسا شجاعا أم مجرد مغامر دموي لا يعرف الرحمة؟ ولماذا خصه صلاح الدين الأيوبي بمعاملة مختلفة في معركة حطين؟ هل الصورة التي نعرفها عنه اليوم حقيقية أم مبالغ فيها؟ ابقوا معنا لنكشف الغموض عن هذه الشخصية الدموية التي تركت بصمتها في تاريخ المنطقة، ولنستعرض الأحداث التي جعلت منه رمزا للقسوة والتحدي. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، ودعونا ننطلق. رينالد دي شاتيون، المعروف أيضا بأرناط، كان فارسا فرنسيا وولد حوالي 1125 للميلاد. شارك في الحملة الصليبية الثانية عام 1147 للميلاد، واستقر في الأراضي المقدسة، حيث تزوج من كونستانس أميرة أنطاكيا ليصبح أميرا على أنطاكيا بين عامي 53 و 60 1100 للميلاد. لاحقا تزوج من ستيفاني ديميلي ليصبح سيدا على حصن الكرك. اشتهر رينالد بسمعته الدموية والعنيفة، حيث ارتكب العديد من الأعمال الوحشية التي أثارت غضب المسلمين والمسيحيين على حد سواء. من أبرز هذه الأعمال هجومه على جزيرة قبرص البيزنطية عام 1156 للميلاد، حيث قام بأعمال نهب وتدمير واسعة النطاق، كما هاجم قوافل الحجاج المسلمين والتجار، مما أدى إلى نقض الهدنة مع صلاح الدين الأيوبي. توجت أفعاله بالهجوم على البحر الأحمر ومحاولته الاعتداء على الأماكن المقدسة في كل من مكة والمدينة المنورة، مما أثار غضب المسلمين بشكل كبير. في معركة حطين عام 1187 للميلاد أسر رينالد على يد قوات صلاح الدين، وبسبب خيانته ونقضه للعهود قام صلاح الدين بإعدامه بنفسه، مما يعكس مدى الحقد الذي كان يحمل تجاهه بسبب أفعاله الاستفزازية. في مسلسل صلاح الدين الأيوبي يصور رينالد دي شاتيون كشخصية دموية وعنيفة، وهذا التصوير يتوافق إلى حد كبير مع ما ورد في المصادر التاريخية حول شخصيته وأفعاله. بالنسبة للمصادر التاريخية التي تناولت سيرته، يعتبر المؤرخ ويليام الصوري من أبرز من وثق حياة رينالد دي شاتيون في كتابه تاريخ الأعمال المنجزة فيما وراء البحر، حيث قدم سردا مفصلا لأفعاله وسمعته السيئة بين معاصريه. بصفة عامة يتفق المؤرخون على أن رينالد دي شاتيون كان شخصية دموية وعنيفة، وأن تصويره في الأعمال الدرامية يستند إلى أحداث تاريخية موثقة. تعد شخصية رينالد دي شاتيون أو أرناط من أكثر الشخصيات الصليبية التي تناولتها المصادر التاريخية سواء الغربية أو الإسلامية، نظرا لدوره البارز في الحروب الصليبية وسمعته الدموية. فيما يلي أبرز المصادر التي تناولت سيرته: المؤرخ ويليام الصوري، ويعد ويليام الصوري هذا من أبرز المؤرخين اللاتينيين الذين وثقوا أحداث الحروب الصليبية في كتابه تاريخ الأعمال المنجزة فيما وراء البحر، وقد قدم سردا مفصلا عن حياة رينالد دي شاتيون، مسلطا الضوء على أفعاله وعلاقاته مع الشخصيات البارزة في تلك الفترة كنور الدين زنكي وصلاح الدين الفاتح. المصادر العربية والإسلامية، وقد أشارت العديد من المصادر العربية إلى رينالد دي شاتيون بلقب أرناط، ووصفت وحشيته واعتداءاته المتكررة على المسلمين. من بين هذه المصادر كتابات المؤرخين مثل ابن الأثير وعماد الدين الأصفهاني، والذين وثقوا جرائمه خاصة
خاصة منها هجماته على قوافل الحجاج ومحاولاته الاعتداء على الأماكن المقدسة. هناك أيضا دراسات حديثة معاصرة تناولت سيرة رينالد ديشاتيون، مثل الدراسة المنشورة في مجلة دراسات تاريخية بعنوان ويليام الصوري مؤرخا لسيرة رينالد ديشاتيون أرنات، والتي تسلط الضوء على كيفية تصوير ويليام الصوري لهذه الشخصية. تقدم هذه المصادر رؤية شاملة عن شخصية رينالد ديشاتيون، والتي تبرز سمعته كقائد دموي، مما يتوافق مع الصورة التي يظهر بها في الأعمال الدرامية مثل مسلسل صلاح الدين الأيوبي. هل كانت تسريحة شعره تماما كما يظهر في مسلسل صلاح الدين؟ لأنه ظهر بنفس التسريحة في مسلسل صلاح الدين بالنسخة العربية. لا توجد أوصاف دقيقة في المصادر التاريخية تؤكد ما إذا كان رينالد ديشاتيون أو أرنات مسدلا شعره على رأسه بشكل دائم، أو إذا كانت تسريحة شعره مميزة، لكن يمكننا استنتاج بعض الأمور بناء على العادات الشائعة في ذلك العصر. الشعر لدى الفرسان الأوروبيين في الحروب الصليبية. كان الفرسان الأوروبيون خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر يميلون إلى الاحتفاظ بشعر متوسط الطول، غالبا مسدلا أو حتى يصل إلى الكتفين، تماشيا مع تقاليد الفروسية والأناقة في ذلك الوقت. هذا النمط كان يعتبر رمزا للنبل والفروسية، ويعتقد أن ريو ديشاتيون كان مسدلا شعره أيضا تماما كما يظهر في مسلسل صلاح الدين الفاتح. كفارس بارز في الحروب الصليبية، من المرجح أن رينالد احتفظ بشعر طويل أو متوسط الطول، وهو ما كان يعكس مكانته الاجتماعية والفروسية. الصور الحديثة أو الأعمال الفنية الدرامية التي تظهره غالبا ما تتبع تصورات خيالية أو مستندة إلى مظاهر الفرسان في تلك الفترة، لكنها ليست توثيقا دقيقا. في مسلسل صلاح الدين الأيوبي يظهر رينالد بشعر طويل مسدل. هذا تصوير درامي يتماشى مع صورة الفارس الأوروبي، ولكنه ليس موثقا تاريخيا. سؤال: كم قتل رينالد ديشاتيون من الناس تقريبا؟ رينالد ديشاتيون المعروف أيضا بأرنات كان أحد أكثر القادة الصليبيين دموية وكرها من قبل المسلمين والمسيحيين على حد سواء، بسبب أفعاله الوحشية وخرقه المتكرر للعهود، على الرغم من عدم وجود أرقام دقيقة في المصادر التاريخية عن عدد الأشخاص الذين قتلهم ريو ديشاتيون، إلا أن جرائمه تشير إلى أنه تسبب في مقتل المئات وربما الآلاف خلال حياته. أحد أبرز جرائمه كانت حملته على جزيرة قبرص عام 1156 للميلاد، حيث قتل ونهب ودمر ممتلكات السكان البيزنطيين. كما نقض أرنات الهدنة بين المسلمين والصليبيين عام 1186 للميلاد، وهاجم قوافل الحجاج المسلمين والتجار، مما أدى إلى مقتل العشرات وأسر آخرين مع معاملتهم بوحشية. أحد أكثر أفعاله استفزازا كان محاولته مهاجمة الأماكن المقدسة في كل من مكة والمدينة المنورة، وذلك عام 1183 و 1184 للميلاد، وهذا لم يتطرق له بعد مسلسل صلاح الدين، حيث أرسل حملة بحرية عبر البحر الأحمر استهدفت الموانئ الساحلية، ما أدى إلى مقتل العديد من السكان المسلمين. تصدت القوات الإسلامية لهذه الحملة، لكنها تركت أثرا كبيرا من الرعب والخسائر البشرية. أرنات كان أيضا أحد الأسباب المباشرة لمعركة حطين عام 1187 للميلاد، إذ أدى خرقه للهدنة واستفزازه لصلاح الدين إلى إشعال فتيل المعركة. رغم أن قتلى معركة حطين لا يمكن نسبهم جميعا إلى أرنات، إلا أن أفعاله كانت سببا رئيسيا في تلك المواجهة الكبرى والتي أودت بحياة الآلاف من الصليبيين. في النهاية، وبسبب جرائمه المستمرة وخيانته للعهود، كان أرنات هدفا مباشرا لغضب صلاح الدين الأيوبي، والذي أعدمه شخصيا بعد أسره في معركة حطين، في رد فعل يعكس حجم الكراهية التي آثارها سلوكه. هكذا يمكن القول إن رينالد ديشاتيون كان شخصية دموية ومسؤولة عن مآس كبيرة، مما جعله أحد أبرز رموز الوحشية في تاريخ الحروب الصليبية. رينالد ديشاتيون، والمعروف أيضا بأرنات، ولد عام 1125 ميلاديا تقريبا، لكن التاريخ الدقيق لميلاده غير موثق بدقة. كان فارسا صليبيا فرنسيا اشتهر بأفعاله الوحشية وخرقه للعهود. توفي في يوم 4 من يوليو من سنة 1187 ميلادية بعد أسره في معركة حطين، حيث أعدمه صلاح الدين الأيوبي شخصيا كعقاب على خيانته ونقضه للعهود واستفزازه المتكرر للمسلمين، مثل مهاجمته قوافل الحجاج ومحاولته الاعتداء على مكة والمدينة. أما مكان دفنه فلا توجد معلومات موثقة تشير إلى موقع محدد لقبره. من غير المرجح أنه
أنه دفن في مكان مشرف نظرا لطريقة إعدامه والسمعة السيئة التي ارتبطت به. رينالد كان مختلفا تماما عن باليان من إبلين، في حين كان باليان معروفا بحكمته وشجاعته وحرصه على التفاوض لإنقاذ الأرواح. كان رينالد شخصية عدوانية وعنيفة وخارقة للعهود. أفعاله الاستفزازية كانت سببا رئيسيا في إشعال غضب المسلمين وأسهمت في التصعيد الذي أدى إلى نشوب معركة حطين. بينما يذكر باليان كقائد نبيل يدافع عن القدس بشجاعة وتفاوض مع صلاح الدين لإنقاذ الأرواح، يذكر رينالد كشخصية دموية كانت رمزا للوحشية والإخلال بالعهود، وهو ما أدى في النهاية إلى إعدامه. هناك موقف تاريخي موثق عن رينالد دي شاتيون يظهر مدى عدوانيته ودمويته، وقد ورد في العديد من المصادر التاريخية الإسلامية والصليبية. أشهر هذه المواقف هو نقضه للهدنة مع صلاح الدين الأيوبي ومهاجمته لقافلة الحجاج المسلمين، وهو ما أشعل فتيل الغضب لدى صلاح الدين وأدى في النهاية إلى إعدامه بعد معركة حطين. والقصة موثقة في كتب مثل الكامل في التاريخ لابن الأثير وكتابات عماد الدين الأصفهاني في عام 1186 للميلاد. وبينما كانت هناك هدنة قائمة بين صلاح الدين الأيوبي والصليبيين، هاجم رينالد قافلة كبيرة من الحجاج والتجار المسلمين كانت متجهة إلى مكة. القافلة كانت تسير بسلام تحت حماية الهدنة، لكن رينالد تجاهل الاتفاق، قام بمهاجمة القافلة وقتل عددا كبيرا من الحجاج والتجار بينما أسر الباقين. يقال إنه عامل الأسرى بوحشية كبيرة، بل وألقى بهم في السجون في حصن الكرك. ليس هذا فقط، بل يزعم أنه صرح علانية بأنه ينوي التوجه بجيشه لضرب مكة والمدينة في استفزاز مباشر لصلاح الدين والمجتمع الإسلامي. عندما وصل الخبر إلى صلاح الدين اشتاط غضبا وأقسم أنه سينتقم من رينالد شخصيا. هذا الحدث كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير وأدت إلى تصاعد الصراع بين الجانبين. يقال إن صلاح الدين أرسل رسالة تحذيرية إلى رينالد يطالبه بالتوقف عن هذه التصرفات والاعتذار، لكنه رفض وأصر على استفزازاته. بعد معركة حطين في يوليو من عام 1187 وقع رينالد في أسر صلاح الدين. خلال اللقاء قدم صلاح الدين الماء إلى الأسرى، لكنه رفض تقديم الماء إلى رينالد، مشيرا إلى أن من يقدم الماء إلى الأسير يضمن سلامته. قام صلاح الدين بعد ذلك بإحضار رينالد وألقى عليه اللوم مباشرة قائلا: ها أنا أنتقم للنبي الذي تطاولت عليه، ثم أعدمه بيده شخصيا في عقاب مباشر على خيانته. هذه القصة موثقة في المصادر الإسلامية مثل الكامل في التاريخ لابن الأثير وكتابات عماد الدين الأصفهاني، وكذلك وردت في إشارات في كتب غربية مثل كتاب تاريخ الأعمال المنجزة فيما وراء البحر لويليام السوري، وإن كان يقدم رؤية من منظور صليبي. هذا الموقف يعكس شخصية رينالد دي شاتيون العدوانية وخرقه المستمر للعهود، مما جعله مكروها ليس فقط من المسلمين بل حتى من بعض الصليبيين الذين رأوا أن أفعاله كانت متهورة وتسببت في إشعال الحرب مع صلاح الدين. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا عن رينالد دي شاتيون أو أرناط الفارسي الصليبي الذي جسد في أفعاله معاني التهور والعدوانية وأشعل بجرائمه غضب صلاح الدين الأيوبي. تلك الجرائم التي لم تقتصر على قتل الأبرياء ونقض العهود، بل كانت شرارة أشعلت معركة حطين التي قلبت موازين القوى في المنطقة. ما بين شخصيات كرينالد وباليان من إبلين نرى كيف يترك القادة بصماتهم في التاريخ، إما بحكمة وعدل أو بدموية وجنون. رينالد دي شاتيون لم يكن مجرد قائد عسكري، بل كان رمزا للطغيان الذي دفع ثمن أفعاله في النهاية. إذا أعجبتكم هذه الحلقة وجدتم فيها معلومات قيمة فماذا تنتظرون؟ لا تنسوا الاشتراك في قناة حكاية تاريخ وتفعيل زر الجرس لتصلكم حلقاتنا القادمة. نود أن نسمع رأيكم في التعليقات. هل كان رينالد مجرد مغامر طموح أم مثالا للتهور الذي لا يعرف حدودا؟ شاركوا الحلقة مع أصدقائكم وشكرا لكم على المشاهدة. نراكم في حلقة جديدة قريبا وإلى اللقاء.